السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل صينية فراخ في الفرن، انما ايه تحفة. اعمليها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك ومش هتنسيها ابدا. هنعوزه في الموضوع ده هي كام طماطمية كده، حبيتين طماطم او 3 حبات طماطم. هتقطعيها كده مكعبات جوليان، اي تقطيعة تعجبك. وطبعا الطماطم والبصل والفلفل على حسب كمية الفراخ اللي انت هتعمليها. انا هعمل فرخة بلدي كده حمر صغيرة، هي كفة الموضوع ده. كده هنخرط الطماطم زي ما قلت لك، اي تقطيع تعجبك. هنحط الخضار كله اللي هنقطعه على بعضه في بولة. هنا ده فلفل رومي، عايزه فلفل حامي حطي، عايزه فلفل رومي بس حطي، عايزه فلفل الوان حطي، الحاجه دي حريه شخصيه. ممكن تعملي لها تحطي تحتيها تحطي معاها بطاطس. الصينيه دي هتحطي معاها بطاطس هتبقى برضو جميله جدا، بس انا النهارده هعملها بالخضار كده بس. هنا هنحط نص معلقه بهار مشكل، ومعلقه ملح ونص معلقه فلفل، والملح طبعا حسب الرغبه. هتدعكي الخضار ده كده ببعضه، والفرخه هتكوني غسلاها ومنقعاها حبه في ميه وليمون وخل، وغسلاها ونضيفه كده. نجيب الصينيه بقى اللي هتحطي فيها، هنحط فيها الفرخه كده، ونص الفراخ. وده الموضوع ده مش لازم فرخه يعني على بعضيها، عايزه تعمليها بوراك بصدور بجنيحه باي حاجه هتمشي وهتبقى حلوه زي الفل. هنا هنحط الخضار بقى من فوق كده، ومش هنحط لها اقدام خالص، يعني الخلطه دي مش هنحط لها اقدام خالص، هي هتنزل اقدامها لوحديها. انا النوع ده من الفراخ ما بنحطلهوش سمنه ولا زيت ولا اي نوع من الاقدام، يعني ما بنحطش اي حاجه. كمان حطيت معلقه او فصين توم، بس ما بانش، نسيتهم صراحه وحطيتهم بعد كده في الصينيه وانا حطاها على النار. هنا كده اول ما تغلي على البوتاجاز من فوق هتغطيها بورق فويل وهتحطيها في الفرن. هتاخد لها كام وقت. بصي عشان كده انا ما بحطلهاش قدام. بصي هي منزله قدامها قد ايه، عشان كده انا ما بحطش في الفراخ قدام، هي بتنزل قدامها لوحدها. كده خلصنا الفرخه. ممكن تحط لها فحمايه بعد كده تبقى كانها فراخ مشويه جميله جدا. ممكن تعمليها كده، ممكن تحط لها بطاطس تحتيها معاها، ممكن تعملي معاها مكرونه او رز بالشعريه، رز ابيض اللي انت عايزاه. جربيها بالشكل ده وان شاء الله هتعجبك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.